السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه بدون بيض، كتجي زوينه بزاف في المذاق، كتذوب في الفم، هشيشه بزاف، والمنظر ديالها ايضا كيجي جميل، وكذلك التحضير سهله للغايه. نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم وانكم تجربوها، فرجه ممتعه. اذا نبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه في نفس الوقت، فانا غادي ندير المقادير مدوبلين. اذا بغيتو تحصلوا على نفس الكميه كتديروا غير نص الكميه. فبالنسبه للمقادير، انا عندي 250 غرام ديال الزبده. انا خلطت ما بين المارغرين وما بين الزبده ديال العبار. كيف ما كتلاحظوا كتكون طريه، ضروري ما نستعملوها كطريه. كنزيد كاس ونص ديال السكر او السكر الخشن، وكنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الفانيلا البودره، او واحد ساشي ديال سكر منسم بالفانيلا، وكنخدم هاد الزبده مع السكر مزيان حتى كيندمجوا لي مع بعضياتهم. غادي نزيد هنايا 2 كيسان ديال الزيت النباتيه. دائما الكاس مستعمل هو كاس ديال العنبه. غادي نخلي لكم المقادير كيف العاده تحت في صندوق الوصف بالمليلتر وبالغرام. بعد ما خدمت الخليط ديالي مزيان، هنا غادي نزيد كاس ديال الكركاع او الجوز اللي حمرته، يعني غير شويه في الفران ماشي بزاف، وطحنته بهذا الشكل هذا. ماشي بالضروره انكم تستعملوا الكركاع او الجوز، استعملوا الكاوكاو او الجنجلان، يعني اللي موجود عندكم في البيت تقدروا تستعملوه بلاصه بلاصه الكركاع. غادي نزيد كاس ديال الكركاع، وفي نفس الوقت غادي نزيد كاس ديال اللوز اللي كذلك محمر في الفرن ومطحون بالقشور ديالو كيف ما قلت لكم. ماشي بالضروره انكم تستعملوا هاد النوع ديال المكسرات، يعني بالخصوص اي نوع مكسرات موجود عندكم في البيت استعملوه. من بعد ما كنخدم هاد المكونات مزيان، عاد كنزيد واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات من الوزن ديال 7 غرام. عاد غادي نبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه، القدر الكافي اللي غادي يجمع لي العجين. بالنسبه ليا انايا خدات ليا هاد العجينه 900 غرام ديال الدقيق بالضبط، يعني العجينه خصها تكون متماسكه. نتوما كتبقاو تضيفوه شويه بشويه على حسب النوع ديال الدقيق اللي عندكم. انا هنا كالعاده كما العاده مستعمله دقيق خاص بالحلويات. اذا العجينه ديالتي هي من بعد ما جمعتها كيف ما قلت لكم 900 غرام ديال الدقيق. عجينه خصها تكون متماسكه بهذا الشكل، ما تكونش نهائيا رطبه او كتلصق. كتكون عجينه اللي متماسكه مزيان. دابا غادي ندوزو مباشره باش نشكلوها بالشكل اللي بغينا. انا بالنسبه ليا غادي نطلقها كيف ما كتلاحظوا ما بين جوج ما بين بلاستيك بالمساعده ديال الدلاك، وغادي نقطعها على شكل دوائر. يعني غادي نطلقها بسمك اللي هو غليظ، ماشي بحال الشكل ديال الصابلي نهائيا. خصو يكون خص العجينه تكون شويه غليظه، فغادي نستعمل هذه القطاعه الدائريه، وغادي نحط الحليوات ديالي في الصينيه اللي تدخل الفران. بعد ما عمرت الصينيه ديالي بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا، غادي ندخلها للفران يكون مسخن من قبل. اذا كان فرن كهربائي على 180 درجه ما بين 10 حتى 13 دقيقه، وفرن غازي يعني على نار المتوسطه حتى كطيب وتحمر. كنخليوها حتى كتبرد تماما في بلاصتها، ما كنحركوهاش عاد حتى كتبرد. عاد كنحيدوها، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب. غادي نحتاج بالنسبه للتزيين شوكولا اللي ذوبتها مع شويه ديال الزيت، ما نكثرش. وغادي نحتاج هنايا الحبات ديال الكركاع صحاح اللي غادي نزين بهم من فوق الشوكولات. تقدروا ديروا حبات ديال اللوز، او يمكن لكم تكتفيو غير بالشوكولات. فكندير كميه من الشوكولات الاسود بهذه الطريقه في فوق كل من حبه، وكنلصق حبه ديال الكركاع او الجوز. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. من بعد ما كملت لها التزيين كيجي المنظر ديالها جميل بزاف، والمذاق اروع واروع. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساش كيف ما العاده تشجعوني بالاعجاب ديالكم، التعليق ديالكم اللي دائما كيف ما كنقول لكم كتحفزني نعطي المزيد. ايضا ما تنساوش تشتركوا اذا كنتم مازال ما مشتركينش في القناه، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.